السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات حياتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم البسطيله ايطاب باغ ايطاب بالنسبه للبنات المبتدئات. الا تفرجتي في هذا الفيديو من ا لزد وبشويه عليك وسمعتي النصائح ديالي، غادي ديري بسطيله على حقها وطريقها. هانتوما غادي نشرح لكم بعدا شنو عندي اليوم. انا عندي واحد السيده في نفس العماره فاش كاينه، عندها عطاتني جوج حطات ديال البسطيله، وحده في الغدا ديال 5 الناس، وحده في العشاء ديال 10 حتى 12 بيرسون. الوغ انا تقديت كل شيء وقلت بيت ندير الفيديو هكا. وهذا درت البسطيله الاولى، ما درتش كلشي زعما بخطره وفرقت، لا درت معكم البسطيله ديال 5 لي بيرسون والبسطيله ديال 12 بيرسون، خليتها حتى العشيه عاد صيبتها. هنا اليوم راه بديت الصباح بكري البنات، التقديه تقديتها نهار الجمعه بالليل، المهم بالعشيه ديال الجمعه تقديت، السبت الصباح فقت وديتها في البسطيله ديالي. يعني حتى البنات اللي باغيو يديروا الخدمه نظموا المسائل ديالكم. انا على حسب التصويره البنات كما قلت لكم فرقت، وما راه نقدر ندير البسطيله كلها مجموعه ونخلي النص حتى سميتو حتى العشيه، ونقد ليها النص عاوتاني ديال المهم قياس ديال 5 الناس للعشيه. هذا الشيء اللي عندي اليوم. كما قلت لكم بغيت نبدا معكم بالشرموله، غنبدا معكم بالشرموله. هاد الشرموله البنات قياس ديال كل شيء تقريبا، درت شرموله على قدها يعني على قد الجوج بساطل. عندي قزبور ومعدنوس، عندي البزار، عندي الحرقوم، وعندي التحميره والثومه بالزيت، وعندي هنا الزيت. هنا البنات عندي الحامض تقريبا حامضه نص حامضه تقريبا، حامض مصير اللي قطعته طريفات صغيورين. هنا عندي الحامض هكاك، الحامض هكا درت فيه غير شويه، ولو غيس راه تنديرو مع سميتو تنعصر، مني كندوق تنبقى نعصر. هنا راه درت الحامض وما درتش البنات الملحه ما ديروهاش، ردوا البال الملحه في الطياب ديالكم، بقاو ردوا البال. وهنا درت زيت العود اللي يعني اللي كناكلوا اللي زوينه، درتها حتى هي. تاني حاجه درتها هي خديت خديت الشعريه الصينيه ودرتها في الماء سخون. شوفوا راه كما قلت لكم ونعاود نقولها لكم، درت القياس ديال 5 لي بيرسون باش نشارك معكم كيفاش. انا راه كما قلت لكم العشيه عاوتاني خدمت بسطيله اخرى العشيه خدمتها. هنا لي شامبينيون البنات انا كنستعمل لي شامبينيون طري، الشامبينيون طري ها كيفاش تنقادو، غسلته مزيان وقشرته عاد قطعته. شوفوا كيفاش تندير ليه. بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش، بالنسبه للبنات اللي كيستعملوا ديال لابواط راه تاخذوه ديريكت وتديروه مع الشعريه الصينيه في التشحار ديريكت، زعما ما كتقشروه ما والو. هنا اول ايطاب الزيت مقله، راه البنات واحد المقله فاش تندير البسطيله ديالي، ما تهولوش ريوسكم راه تجي بسطيله خطيره. هنا تنطيب بالزبده وتندير معلقه كبيره ديال ديك الشرموله، ودرت الكالامار وغادي نزيد عليه الكروفيت. البنات هاد المرحله بغيتكم تردوا معايا البال عافاكم، بقاي واقفه على ديك الكالامار، واقفه عليها ما تحركيش، هزي الموس اولا بيديك هكا الا ما كتخافيش من السخونيه، بقاي مسي ديك الكرامه. شوفي انا غير قصتها بانت ليا طريه، حيدتها من العافيه ودرتها في الصفايه صافي باش يتقطر داك الماء ديالها هي والكروفيت غير تطيب. هذا هو السر البنات ديال الكالامار، مني تتبقى طريه في البسطيله. هنا تاني حاجه نفس المقله، الزيت ديك الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده والشرموله، ودرت هنا بصيله حتى طاحت ديك البصله وتشحرات مزيان، وزدت لي شامبينيون وشحرتهم مزيان. وهنا زدت الصدر ديال الدجاج. بنات انا السيده كما قلت لكم درت كوموند، السيده طلبت مني ندير ليها بسطيله اقتصاديه، يعني ما نكذبش عليكم. نتوما الا عندكم الصدر ديال ولا الهبره ديال هذا ديال الحوت غادي ديروها بحال هكا، ولا كاع ما هي الهبره راه تطيب دغيا ديروا ليها بحال هكا بحال. انا راه تنخلي الصدر ديالي حتى تيتشحر مزيان مع لي شامبينيون والبصله وتيتشرب ديك الحشوه مزيان ديك العطريه. هنا البنات دقت وبنت ليا ناقصه الملحه، وما راه الحوت راه بركه عليه، يعني غير ديك الحموضه بركه عليه. هنا الشعريه الصينيه داكشي اللي تصفى ليا من الكرامار والكروفيت، راه درت فيه الشعريه تشربات شويه، عاد رجعتها مع الزيتون مقطع طريفات صغار وتشحرات، كتشحر مع البصله ولي شامبينيون والدجاج.
هذا ما كان البنات. كما قلت لكم انا السيده طلبات مني اقتصاديه. هنا عندنا في فرنسا الهبره ديال الحوت غاليه بزاف بزاف، يعني غتقام البسطيله بزاف غاليه. درت ليها الدجاج. هاد الشيء قلتو ليها ضروري تقولوها للناس ديالكم. هنا البنات شوفوا راه وريتكم يعني باش تعرفوا النظام عاوتاني اللي درت بالنسبه للعشيه. هزيت الشرموله درتها في داك الخير، ديك الكراميل كروفيت اللي شاط، الزيتون ديالو قطعته، داكشي باش غنزوق حطيته. المهم كلشي محطوط على حقه وطريقه. هنا البنات الكروفيت اللي عزلت اللي عزلت للزواق، شحرته مزيان، درت ليه حتى هو العطريه ديالو غتيجي خطير. انا ضروري للزواق تنشحر. هنا هي البسطيله اللي درت بوغ 5 بيرسون. ها هي الزيت البنات ديروا دهنوا بالزيت، ما تدهنوش بالزبده. راه الزبده داك الحليب اللي كطلق راه كيرطب لكم البسطيله. بالنسبه للمونتاج البنات انا ما تديوش عليا، راه ما عندناش هنا الورقه ديال البسطيله زوينه. ما عندناش هنا في فرنسا ورقه ديال البسطيله. هنايا مدابزين معاها. شوفوا كي دايره، واخا ديري ليها الزيت، واخا تغطسيها في الزيت كتكون بحال داكشي بحال البلاستيك ولا ما عرفت كيفاش دايره، ما كتطلقش البنات. هنا المهم عطيتها الخاطر تقديتها صافي، طيبتها على المهل. وهنا كنزوق. السيده فاش قالت لي دخلوا الناس بديت تنزوق البنت. راه شفتو كنزوق بالزربه حيت راه تيلمون الناس صافي دخلوا عندها غادي تحط. ودرت لها واحد الحطه ديال اللحم، راه ما صورتهاش معكم. هنا درت البنات دوك لي بوليت بطاطا. الا بغيتوهم راه ان شاء الله مور هذا الفيديو غادي نحطها لكم، غادي نحط لكم الطريقه في هكا في الفيديو ان شاء الله باذن الله. زوقت صافي وديت ليها البسطيله ديالها. هنا البنات البسطيله الاخرى درتها بالليل ومشيت عندها وزوقتها عندها في الدار. كما قلت لكم دوك لي بوليت راه حماقت عليهم السيده، دقتهم حماقت عليهم. قالت لي اللي درتيها زوقي ليا بها البسطيله، راه تيلمون جاو فنين صافي. ودرتهم البنات في الوسط هكا. كنت بغيت نتزوق بالفرماج وهذا، ولكن السيده قالت لي والو، ديري ليا غير دوك لي بوليت. واحد الحاجه اخرى البنات خصني نقولها لكم بالنسبه للزواق. بحال دابا عندكم 12 بيرسون غادي ديروا 24 كروفيتا للزواق. عندكم 5 د الناس غادي ديروا 10 د كروفيتات للزواق. هادشي اللي كندير انا. هادشي اللي غتزوقوا بالكروفيت. بديتو تزوقوا بشي حاجه اخرى راه لكم الاختيار. كما قلت لكم دوك لي بوليت ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في واحد الفيديو حتى هو قصير ان شاء الله باذن الله، حيت ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو. وهذا ما كان. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وتنتمنى اي وحده تبع هاد النصائح ان شاء الله وتجاوبني في لي كومونتير. راه بسطيله اللي سهله وتتجي بنينه بزاف بزاف بزاف.